طيب دلوقتي انا كمشجع اهلاوي، انا راجل دلوقتي بشجع الاهلي، انا راجل موظف على قد حالي، بشتغل وباجي اخر اليوم اتفرج ساعتين، اتفرج افك بيهم عن نفسي، عايز انبسط بالفريق اللي بشجعه. تمام تمام. ايه اللي هيفيدني انا كمشجع اهلاوي درجه ثالثه بالاصلاحات اللي انت بتعملها في النادي، بالجمعيه العموميه، بالانتخابات، بكل اللي بيحصل ده؟ انا هستفيد ايه؟ حرفيا كل البرامج الرياضيه طالعه تتكلم على انتخابات النادي الاهلي، الخطيب هيسيب الرئاسه، هنشوف مين اللي هيمسك رئيس. كل البرامج بتتكلم في كده. محدش بيتكلم فني، محدش بيتكلم في النتائج الكارثيه اللي احنا عاملينها اخر ماتشات، محدش بيتكلم في حاجه، محدش بيتكلم في مدير فني جديد، لا كله بيتكلم في جمعيه عموميه يوم الجمعه الجايه لازم الكل يجي، لازم تصويت، مش عارف مين اللي هيمسك مكان الخطيب هيمشي، لا والنبي ما تمشيش. انا كمشجع استفدت ايه؟ انا كمشجع درجه ثالثه بتفرج على، بشجع النادي ده عشان بيلعب كوره مثلا. انا مال انا بالانتخاب بتاعتكم؟ يا عم حل لي مشاكل، انا كمشجع. شوف فرقه الكوره ناقصها ايه، وبرامج الكوره اللي حرفيا طالعه تتكلم، اقسم بالله كلهم بيتكلموا في حته واحده، الانتخابات والرئاسه. يا سيدي انا كمشجع اهلاوي دلوقتي انا مال امي؟ انا دلوقتي هستفاد ايه؟ مين اللي يمسك او مين اللي يروح او مين اللي يجي؟ يا عم حل لي مشاكل الكوره، اتكلم فني، اطلع كده قول ان احنا زي الزفت، اطلع قول ان الاهلي محتاج معجزه عشان نتغير. سكواد الاهلي بقى يضحك، اقسم بالله سكواد الاهلي بقى يضحك. لما لا عندك لاعب يلعب كرات ثابته، زيزو طلع النهارده ما فيش ولا لاعب بيلعب كرات ثابته، اختراقات ما فيش لاعب مهاري، ما فيش اي حاجه، حرفيا ما فيش اي حاجه، ما فيش مدرب واقف على الخط. احنا وحشين يا جدعان، اطلعوا اتكلموا فني، اتقوا الله في لقمه عيشكم. انا مالي انا كمشجع درجه ثالثه، انا مالي انا بالانتخابات بتاعتكم ولا بالجمعيه العموميه ولا الفروع اللي انت عمال تفتحها؟ انا مش عضو يا عم في النادي، انا ما يهمنيش تفتح 30,000 فرع يا عم، مش مشكلتي، مش قضيتي. حليني مشكلتي، انا مشكلتي دلوقتي النهارده مع فريق الكوره، حليني مشكلتي مع فريق الكوره، بعد كده تنيل على عينك، اعمل اللي انت عايزه في الفروع بتاعتك، واعمل انتخابات واعمل جمعيه عموميه واعمل اللي انت عايزه، سيب الرئاسه، هات حد غيرك يمسك، انا مالي، انا مش قصتي. كل البرامج طالعه تتكلم في نفس النقطه، وسايبين الفرقه اللي زي الخرا، سايبين ان احنا عندنا 5 نقط من 6 نقط من 5 ماتشات. ده ايه ده ام بيستحي يعملها؟ ده احنا بقينا المركز ال 14 ولا ال 15 دلوقتي. ايه الاهانه والادب دي؟ احنا عمرنا ما شفنا الاهلي كده ولا عاوزين نشوفه كده. يا اخي اتقوا الله، بتاخدوا فلوس في كروسكو ليه؟ يا حتى الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا كشعب بتنكدوا علينا فيها. كل واحد فيكم عمال يكسب يمين في شمال، كله بيدور على الفلوس، وسايبين المشجعين، طز في المشجعين، طز في الجمهور، مع ان الجمهور ده هو اللي صنعكم، ولو الجمهور اتخلى عنكم اقسم بالله ولا حد هيسمع عنكم.